عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دين ريان. قبل ما تبتدي الفيديو اشتركوا في القناة، شير الصلاة تكبر بيكم. يلا بينا بقى شغل من نار كده وشغل تنشيطي كده وحماسي ان شاء الله تشجعوا. عايزه اقول لكم كنت مكسله جدا جدا، بس والله اتشجعت ان انا عشان اصور معاكم. يا رب الفيديو يعجبكم باذن الله. النهارده بقى اكمل تنظيفات المطبخ زي ما اتفقت معاكم ان انا عملت المطبخ على مرتين، فقلت اصوره معاكم. اللي حابب يتشجع ويوم كده خطوة بخطوة معايا ان شاء الله تتحمسوا وتتشجعوا معايا. زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز كان يعني لا احسد عليه ابدا. انا سبته كام يوم عشان اعمله معاكم. بصراحه حبيت ان انا اعمله معاكم عشان اتشجع. كل ما اقول اعمله لا اقول لا اما اصور، اعمله لا لما اصور عشان اعمله معاكم. عامله كده محترمه. كان عندي الباور اللي هو مش الباور اللي هو مذيب الدهون، انا حاطاه في ازازه الباور اللي عندي بتاعت ماي واي. عايزه اقول لكم يعني ده اللي يعني انجز معايا كتير جدا في حاجات كتير قوي، وخلى الحاجه معايا بصراحه بتبرق وبتلمع. بس عايزه اقول لكم بوظ لي ايدي، بامانه بوظ لي ايدي. هو في مميزات وفي عيوب. هو بينظف جدا جدا الحوائط والازاز والالموتال والسيراميك والاستانلس بتاع البوتاجاز. بس طبعا ما تحطوش على البوتاجاز وتسيبيه ساعه ساعتين وتقولي انا بنقعه كده، لا. ده يبوظ لك الاستانلس ويبوظ لك العيون. انا عايزه اقول لكم يا دوبك رشيت وبدات ان انا اشتغل في البوتاجاز. نضفولي جدا. لو كنت سبته اكتر من كده بقى كان بقع لي الالومنيا بتاعت العيون او الفنيات، وكان بقع لي الاستانلس. لان طبعا هو قوي جدا وحامي قوي. يعتبر ميه نار مخففه، يعني انا حاسه ان هي ميه نار مخففه بس صعبه جدا. بهدلت ايدي جدا، خليت فيها تعوير ومفتحه كده وناشفه جدا ووجعاني، وعماله بقى احط لها كريمات لان بجد اتبهدلت خالص. فالحمد لله يعني الله المستعان لينا في الجنه يعني. تمام كده زي ما انتم شايفين بدأت كده على طول اشتغلت فيه، ما سبتوش خالص. يعني انا بخيت وبدأت اشتغلت بيه. حطيت حتة من اللهلوبة وصابون مواعين وشوية مية وبليفة. والله بصي دي ليفة مش سلكة. عايزة اقول لكم بقى شوفوا النتيجة في الاخر هتبقى عاملة ازاي. بجد الموضوع محتاج يعني ايه، حاجة قوية كده عشان تشيل معاك الدهون لو متراكمة. انا عندي بصراحة البوتاجاز ايدي فيه على طول، بس انا سبته الكام يوم دول عشان كنت عايزة اعمل معاكم الفيديو، وكنت كمان بعمل حاجات تانية في المطبخ فكنت سايباه. قلت عشان لما اجي اعمله بقى عاملة محترمة بتاعت رمضان كده، اغطيه بقى بالفويل ويبقى ايه متغطي نضيف. ويجي ان شاء الله اذا عشنا وكلنا عمر على العيد هبدا ان انا اشيل الفويل. انا عارفه ان هو غلط بس انا بحب اعمله كل فتره. حتى انتوا هتلاحظوا معايا في الفيديوهات ان انا مش بحطه باستمرار، بحط ما يكون كده دخلت مناسبة ولا حاجة. بحس كده بيبقى مدي بهجة كده للمطبخ ولمعة حلوة قوي. فبحب احطه كده ايه، يعني كل فترة او كل مناسبة كده. وما فيش شهر او اقل من شهر وتلاقوني شلته يعني على طول. يعني ما شاء الله بيخلي البوتاجاز نضيف ومش بيبهدله، وبيخليه يعني محتفظ بالتنظيفة اللي انت عاملاها له العميقة. فبالتالي بحب كتغيير. بس انتي ما تنسيش اهم حاجه تفتحي له بس تفتحات الفرن، عشان غلط طبعا تشغلي الفرن وهو مقفول، لان التهويه اللي فوق دي تهويه الفرن. فخلي بالك من حاجه زي كده عشان برضو الكتمه دي مش صح. فهي دي الحاجه الغلط الوحيده اللي بتبقى في الورق الالومنيوم او الورق اللي هو بيغطي البوتاجاز دوت. فالله المستعان. هنا بقى بص عايزه اقول لكم البوتاجاز بقى بيبرق مش بيلمع، بيبرق كده اكنك لسه جايباه. انا الحمد لله اللهم استعان يعني ان انا على طول ايدي فيه. بس انا الباور خلاه بقى الكام يوم اللي انا كنت مهمله فيه دوت خلاه بصراحه بيلمع بمعنى الكلمه. قلت بقى اخد البوتاجاز كله. انا كنت اصلا وانا بعمل تحت البوتاجاز لما عملت تحت الاجهزه كلها خدت البوتاجاز من الجوانب، وقلت بقى ايه الواجهه دي بقى مع الوش من فوق. فكده البوتاجاز بتاعي يبقى فل شمعة منوره. وخدت طبعا اللوح الازاز اللي فوق معايا برضو، رشيت عليه رشتين باور كده ولمعته وغسلته اول كده لمعته. الفوطه عايزه اقول لكم دي اختراع والله العظيم يا جماعه، تحفه جدا. اللي هي الفوطه اللي انا جايباها الجديده اللي هي وش رمادي ووش الناحيه التانية فوشي او بامبا، اللي هي مايكرو فايبر. تحفه جدا. انا كنت جايباها من شهرين ثلاثه ب 15 جنيه. عايزه اقول لكم بجد تستاهل 15 جنيه. جميله جدا وبتلمع اي حاجه وبتنضف الاتربه وبتتغسل وبتتشطف بشوية مية وصابون بتبقى فلة. جميلة جدا. بجد اختراع. عمال يا ريتني كنت جبت كمان واحدة، بجد كانت تفرق معايا جدا. ان شاء الله لو لقيت منها تاني هجيب منها. فهي خفيفة بس عايزة اقول لكم تحفة جدا في التلميع ولو هتنفضي اتربة او اي حاجة من على الخشب حلوة قوي. فاحب ان انتوا تجربوها بجد تعجبكم جدا، هتفرق معاكم بجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا نشفته كويس جدا جدا قبل ما احط الالومنيا. وبعد كده بدات ان انا افتح بقى التفتحات اللي هي ايوه الدوريات دي اللي انتوا شفتوها دي تمام كده. وبعد كده بقى نشفت طبعا
العيون بعد ما خلصت البوتاجاز ورا الكواليس او ورا الكاميرا يعني. غسلت بقى العيون، شطفتها والحوامل، وسبتهم يتصفوا. وطبعا قبل ما تحطيهم برضو لازم تنشفيهم بالفوطه، باي فوطه كده عندك تبداي تنشفيهم، عشان ما يبقاش الحاجه مبلوله ميه وتبهدل لك الالومنيا او الالوميتال اللي هو ورق الفويل ده. تمام كده. وحطيت حاجتي كده، عايزه اقول لكم منور المطبخ، بحس بفرق. ويوم ما جبت اللي هو الدهبي السنه اللي فاتت كنت حاسه ان هو في يعني بيشع نور كده. بجد بيدي فرق قوي في المطبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى حركات وتكات يعني. بصوا بقى بيلمع ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. حساه يعني بيبرق بمعنى الكلمه. خدته بقى الواجهه كلها، الوش كله، من فوق ومن تحت ومن عند اللي هي اللي هي اللي بتفتح وتقفل الغاز دي، اسمها ايه مش عارفه. المفاتيح بتاعتهم. تمام كده غسلتها، انا ما بعرفش اشيلها اصلا من مكانها وبخاف اشيلها، ما اعرفش اركبها تاني. انا سمعت ان هي بتتخلع وبتتركب بس انا مش عارفه اعملها. تمام كده. بالنسبه للبوتاجاز انا بقى كنت من بالليل عامله قوطه مسلقاها وكده وسبتها تبرد. قلت عشان تاني يوم ان شاء الله اما تبرد ابدا ان انا اصلصلها. كنت جايبه القوطه ب5 جنيه، فقلت كده كل ما انزل كل اسبوع كده اجيب، لان القوطه عندي بدات تشطب. فالله المستعان. الرخامه بقى عايزه اقول لكم هنفرش، هلزق عليها لزق حلو قوي. بس عايزه اقول لكم النوع ده اول مره اجيبه مش حابه خالص، لاني ما لزقش معايا كويس. مش عارفه بقى العيب مني انا في طريقه لزقه، ولا هو اصلا النوع مش حلو. لان انا ممكن انا يعني حاولت ان انا انشف الرخام على قد ما اقدر والزق. قلت يمكن الميه هي اللي خلت اللزق ضعيف بتاع اللزق. هتشوفوا دلوقتي كل حاجه معايا عشان بس ايه ما تطوش مني. خلوني في الفيديو دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده بقى الميكرويف بتاعي، محدش يتريق، ده فرن كهربا. ده جاي هدية مع الفرن الكهربا الكبير. يعني انا لما رحت اشتريت ساعتها كنت جايباه من مرشدي اللي كنت صورت لكم فيه قبل كده. كنت جايباه وكان جاي معاه ده هديه، كان محطوط فوقيه. فانا فاكره كنا فاكرين ده لوحده وده لوحده. قالوا لنا لا، ده هديه معاه. فعجبني اول فكره فجبته. يعني هو حتى الماركه مش معروفه قوي بتاعه الميكرويف، بتاعه الفرن قصدي. وبس عجبني فكره ان هو صغير كده. عايزه اقول لكم انا هلكاه بمعنى الكلمه. اللي هو الكبير بتاعه بقى الفرن الكهرباء بتاعه كبير، ما باجيش جنبه، هو ركناه كده. لان انا طبعا عندي الفرن اللي هو بتاع البوتاجاز، فبالتالي ما بستخدمش الكبير ده، بستخدم الصغير ده في كل حاجة. تسخني عيش، تسخني أكل بايت. بحط فيه ايه اللهم صل على محمد، لو عندي مثلا فينو او اي حاجه في الفريزر وعايزه اسخنها او يعني افكها بحطه فيه. بس عايزه اقول لكم اي معايا بدور الميكرويف بالظبط. هو صغنن كده وبياخد حاجات قليله خالص، بس عايزه اقول لكم تحفه جدا، ما بستغناش عنه خالص. وبرضو قلت انضفه معايا بالمره كده، رشيت عليه كده باور من جوه ومن بره. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدات كده المعه. هو صغنوني خالص، انا مش عارفه الكاميرا مكبره ليه. هو صغير جدا. بس جميل قوي بصراحه، عجبني. ما شفتش حد جابه قبل كده، بس فكرته حلوه. انا كنت حابه اجيب ميكرويف، بس قلت طب ما هو نفس الاستخدام بتاعه، بس ده صغنن. فمش مشكله ليه اجيب ميكرويف، مع الميكرويف بصراحه غالي. تمام كده. الرخامه بقى رشيت عليها كده بختين من الباور. قلت عشان تلمع معايا كده وتبقى حلوه، لو فيها اي حاجه كده ماسكه مع اني ايدي على طول في الرخامه، بس قلت برضو ايه بالمره يعني اخر حبه في الازازه حرام يتسابوا. فقلت ارشهم على الرخامه، منها تلمع لي الرخامه كده، وابقى ايه خلصت من الباور. عشان لما بيفضل في الازازه وقت طويل بيخرم الازازه. يعني بينزل من الازازه ويخرمها، لان هو قوي زي ما قلت لكم. تقريبا هو ميه نار مخفف، فصعب جدا جدا، حتى بيخلي النفس بيتقفل قفلة وحشة جدا. فهو صعب ووحش ومضر جدا، بس هو بينضف. يعني الواحد هيجيبه مرة في السنة وخلاص. فالله المستعين. هنا بقى اللزق اللي انا بقول لكم عليه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. هلزقه كده معاكم على الرخامة. هنا بصوا هحاول الزقه، مش هيرضى يلزق خالص. فهقفل الكاميرا بقى، وهبدأ ان انا انشف الرخامة كويس جدا، واسيبها تنشف كده مع نفسها يجي نص ساعة، وهبدأ ان انا الزقه تاني. هيلزق معايا يعني مش قوي، بس هيلزق الحمد لله. تمام كده. بصوا انا بحاول الزقه وانشف، مش راضي برضو. طب اعمل ايه يا ربي؟ هبدأ ارجع الزقه تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فهبدأ الزقه تاني. بصوا زي ما انتم شايفين كده بدأ يلزق، بس زهقني من ناحيه ومن ناحيه برضه هو مش ملزق قوي. يعني هو مش لازق قوي، بس انا حاولت ان انا ايه احط حاجات على الرخامه عشان يثبت. فاهمين قصدي؟ حابه اتكلم معاكم بقى النهارده في شويه حاجات كده، بس زي ما انتم شايفين كده الفيديو شغال. هكمل بقى الرخامات وهكمل واوريكم المنظر الاخير. بصوا الحاجات الجميله اللي انا جبتها ووريتها لكم في فيديو المشتريات ده. يعني شقه 4 5 شهور.
الحاجات دي ما جاتش في يوم وليلة، ده جات والله العظيم في كام شهر، كل مرة كنت باجيب حاجة، فالله المستعان جيت بقى أمّا أطلّعهم ليهم فرحة كده إن هُم كتير ما شاء الله اللهم بارك. دي بقى شطارة سِت البيت، شطارة سِت البيت اللي بتحوّش تمام كده؟ بعد الفيديو ده يا جماعة مش هنعرف نحوّش حاجة الحمد لله، الله المستعان. زي ما باقول لكم بقى أنا عملت بدري الكلام ده ليه، والحاجات اللي هي التنضيفات العميقة دي متأخر بدري ليه، لأ مش بدري. أنا عايزة أقول لكم أنا في رمضان عايزة أتفرّغ للعبادة بس، مش عايزة أكتر من كده. إن شاء الله على العيد الحاجات تتعمل من على الوش، مش هاعمل حاجات عميقة تاني، يعني مش هيبقى عدّى شهر ونُص على التنضيفات العميقة، مش هتلحق إن هي تتبهدل تاني. ممكن أعمل تنظيفات عميقة تاني إن شاء الله بعد العيد الصغير. عشان أنا مش هاعمل تنظيفات عميقة تاني، أنا عايزة بقى إيه، أنا كده خلصت كل الشقة اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد. خلصت بقى، قُلت بقى أنا عايزة أتفرّغ كده للعبادة والصلاة وللتراويح وقراءة القرآن، الله المستعان ربنا يعيننا ويقوينا جميعًا ويتقبل منا اللهم آمين. أنا عايزة في رمضان، يعني أنا في شقة هافرشها فرش كامل، عشان مش عايزة في رمضان أفضل أقول أنا عايزة أعمل وأعمل وأعمل. لأ، أنا إن شاء الله في رمضان أبقى متفرغة تفريغ كامل للصلاة والتراويح وقيام الليل اللي هو التراويح طبعًا، وقيام الليل اللي هو التراويح وقراءة القرآن والأذكار، عايزين نتفرغ للعبادة. يعني نسيبنا شوية بقى من التنضيفات، إحنا مش هنبطّل تنضيفات طول السنة، بس إحنا إيه، كفرحة عشان لمّا آجي أحط الزينة بقى نحطها على نضافة، المطبخ يبقى حلو، الدنيا تبقى نضيفة، ديكورات كده تغيّر النفسية، حاجات جديدة كده تغيّر الmood بس مش أكتر. أنا الحمد لله خلصت المطبخ، خلصت الشقة كلّها، وهابدأ إن أنا أفرش بإذن الله، اللهم لك الحمد، ربنا يعيننا ويقوينا جميعًا يا رب كده الفرش الأخير للمطبخ. عايزة أقول لكم بجد نِفسي مفتوحة جدًا على المطبخ، اللهم لك الحمد، ربنا يعيننا ويقوينا جميعًا. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يكون اشتراك في القناة أحبابي في الله، السلام عليكم.